إذا نبدأ من مباراة مؤجلة من الدور 16 من الدور الثاني لبطولة كأس ولي العهد السعودي، استضاف فيها التعاون الهلال. حماد القرداب. تعودنا بأن نشاهد التعاون يتألق. الهلال في ضيافة التعاون، والحكم الدولي شكري الحنفوش في انتظاره تحد صعب. شوط أول حذر أبرز ما فيه هجمة خطيرة للتعاون وتسلل غير صحيح. بعدها ركلة جزاء للهلال، والمدافع يهدي متصدر الدوري والاختصاص الأول في كأس ولي العهد فرصة التقدم. ناصر الشمراني يطمئن الهلاليين في الشوط الأول، لكن المباراة اشتعلت في الثاني. الهلال يبحث عن ضمان الفوز، والتعاون لم يعد لديه ما يخسره. في الدوري خسر التعاون مرة واحدة وكانت أمام الهلال، ويبدو أن قدر التعاون ألا يفوز على الهلال، فالتوفيق عانده وأسلحة الهلال الفتاكة لم ترحم. في مباراة الفريقين اللي ما خسروا على ملاعبهم، يا رب سواها الميدة لتعيد الكلام. في الدقيقة 56 اختطف إيلتون الميدا هدف ضمان التأهل، ومهمة التعاون تمسي شبه مستحيلة. التعاون أقنع الجميع ليس في هذا الموسم فقط، ولكن منذ الموسم الماضي، والتعاون يتطور بخطوات ثابتة ويرهق دفاع الهلال، لكن دون النجاح في مغالطة شراحيلي. سيل من الهجمات الخطيرة ولا تغيير في النتيجة، فالعارضة تدخلت كذلك لتحرم التعاونين فرحة العودة في المباراة. مستحيل، أي جنون، إثارة وتشويق، والحكم لا يعلن ركلة جزاء لأصحاب الأرض. هجوم الزعيم حس بالخطر، والرد صده القائم ليحرم الميدا من الثنائية. التعاون أضاع فرصا لا تضيع، لكن ما ميز التعاون أنه لم يرمي المنديل حتى الدقيقة الأخيرة للمباراة، إلا أن مساعد الحكم تدخل من جديد ليلغي هدف التعاون بداعي التسلل. التعاون يحتج لكنه لا يتأثر لينجح أخيرا في اختطاف هدف تقليص الفارق عن طريق بدر الخميس. سباق ضد الساعة، وفي الوقت القاتل جهاد الحسين يطالب بركلة جزاء بعد تدخل من ديغاو، والحكم يعلن تأهل الهلال إلى الدور المقبل. حماد القرداب، صدى الملاعب.